زي ما انتوا شايفين تجربتي مع مول صن مول. للأساس طبعا هو له فروع كتير، وزي ما انتوا شايفين كده كان الدولاب مجرد ما بتقفليه بتلاقيه بيرجع تاني. يا ترى ايه اللي حصل معاهم وايه النظام، والموضوع ده اتحل ولا لأ، وقالوا لنا ايه؟ هنشوف دلوقتي في الفيديو واحكي لكم تجربة ورأيي فيها ايه بكل أمانة بصراحة يعني. هنا كانوا هم عملوا الأوضة بعد ما انا اخترتها، ورحت اتفرجت عليها في الورشة، واي تعديلات بقول لهم عليها. بالنسبة للتسريح انا كنت قايله لهم عايزة القاعدة بتاعة التسريح تكون عريضة شوية، مش عايزاها رجول كده خشب. ودي تقسيمة الدولاب، ايه رأيكم فيها؟ حسيت ان كده هيبقى عملي اكتر من التقسيمات الكبيرة والواسعة. وهنا دي الخانة بقى اللي هي بتاعتي المفروض. زي ما انتوا شايفين طبعا انا بحط بوكسات كده تحت لان حسيت الارتفاع كبير شوية. ودي التسريحة اللي قلتلكوا عليها. زودت ارجل، طبعا المقاسات انتي اللي بتطلبيها، ويعني هما بيبقوا عارضين حاجة وانتي في الاخر بتختاري مقاسات حسب اللي يناسبك. دي شكل الأوضة، بس كان فيها اللي هو الإزاز اللي هو الأسود. يا ترى عملته ولا ما عملتوش؟ وتجربتي مع الإزاز الأسود ده ايه هقولكوا دلوقتي كل حاجة في آخر الفيديو. اشتركوا بقى في القناة وفعلوا الجرس وتابعوني كده ان شاء الله لما انقل الحاجات بتاعتي وعزالي وكده. دي هدية كده كان خطيبي جابها لي بمناسبة عيد الأضحى. كان بوكس فيه شوكولاتة، فيه كارت كده خشب وكان مكتوب عليه اسمي وانتي احلى ما في العيد. وفي الكور دي انا مبهدلة الدنيا الكور دي. بص كنت اشتريت برضو شوية حاجات كده. ده روج، مش فاكرة والله إيه اسمه ايه، بس المهم ان هي قالت لي انه ماركة حلوة وثابت. كان عامل 45 جنيه. ميبلين طبعا اسعارها غالية قوي، بقالي فترة مشتريتهاش. سعرها سعره كان 275. وفي كحل ريميل. وده روج صغنون كده، مش عارفة صورتهولكوا ولا لا، كنت لسه شارياه قريب. اسمه زبالمة بس حلو قوي. ودي اللي هي القطنة بتاعة العين، الباكت كان عامل 55. في منه حاجات ب40 جنيه بس انواع تانية. ودي ليفة مغربية وكانت ب35. وده اللي هو سكراب اسمه باي سوفت للجسم وكده يعني. ودي اكياس زبالة بقى اسود كده علشان خلاص هنقل بقى الفترة اللي جاية. ان شاء الله هنقل بعد العيد، تابعوني بقى. دي المشكلة اللي انا قلتلكوا بعد ما استلمنا الأوضة لقينا طبعا احنا غيرنا كتير في الأوضة يعني. يعني الشريط الاستانلس ده احنا اللي قاصدين نعمله لونه مختلف. زي ما انتم شايفين كان المشكلة في الجرار، وكان في هنا رف ما كانش جه. وكان الدولاب زي ما انتم شايفين كده ما كانش بيتقفل للاخر. وده شكل يا بنات الدولاب بعد ما ركب. المفروض اللي في النص ده كان ازاز اللي هو الاسود العاكس اللي طالع موضة ده، اللي بتحطي فيه اضاءة من جوه وبيظهر اللي بره. بس احنا اخترناه ان هو يبقى مراية عادي خالص. عشان خاطر يعني الواحد يشوف لبسه بتاع. ودي شكل تسريحة بعد ما خلصت، وكنت عاملة الجزء اللي تحت ده قفلته بدل الرجول الخشب. وده شكل السرير. انا ما كنتش حابة الذهبيات قوي يعني. كنت عاملاها، كنت مخليه الشريط ما يبقاش ذهبي، بس اكتشفت ان الذهبي برضو بينور شويه الحاجه. وهنا الرف كان رحت بقى طبعا عمل يعني اشتكيتهم شويه كده وقلت لهم يا ريت نصلح الحاجات دي. وهما بصراحه كانوا ناس ذوق جدا والموضوع اتحل، وفعلا بعتوا حد وصلح الحاجات. وتاني يوم جابوا حد وجابوا الرف وصلح حاجه للدولاب.